نسق ضرباته مع صوت الرعد، ففتح فجوة في سخان المياه على سطح المبنى، ثم سكب الحبر الأسود الذي أعده بعناية داخل الفجوة، ولإخفاء أثر فعلته ألصق إعلانا فوقها وترك بطاقة تحمل رقم هاتفه، ثم نزل بهدوء واستقر في سيارته مترقبا وقوع الضحية في الفخ. بدأت السيدة تستحم، وفجأة انفجر الحبر الأسود ليغطي جسدها بالكامل. طلب الزوج ألا تثير ضجة، وبعد أن تأكدت الزوجة أن المشكلة في سخان المياه طلبت من زوجها الاتصال برقم الصيانة الموجود على الإعلان دون أن تدري أنها وقعت في فخ الرجل. كانت المكالمة لطلب فني لفحص السخان. تنكر الرجل كعامل صيانة ودخل المنزل. لاحظ لوحات فنية ثمينة وغرفة النوم المملوءة بزجاجات الخمر والسجائر. صاحب المنزل مسؤولا فاسدا. تظاهر الرجل بالبحث عن سخان المياه ليكشف فساد المجرم. لاحظت المرأة شيئا غريبا وأوقفته بينما كان زوجها يختبئ في الحمام ليتخلص من الأدلة. رأت المرأة أن الرجل لا ينوي المغادرة، فشعرت بالخطر وقالت: من أنت؟